السلام عليكم ورحمة الله. قصتنا حديث عظيم. كان أبو مسلم الخولاني الراوي عن أبي ذر إذا روي هذا الحديث أو أراد التحدث بهذا الحديث كان يجلس جلوس السجدتين أو جلوس ما بين السجدتين ليتحدث بهذا الحديث. اسمع وتمعن. لا يحدث ولا يتكلم بهذا الحديث إلا وهو جالس ما بين السجدتين وهو متجه القبلة بعظم هذا الحديث. اسمع. وهذا الحديث أعظم حديث رووه أهل الشام. اسمع. يرويه أبو مسلم الخولاني أخرجه إمام مسلم، ويرويه أبو مسلم الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى، وهو الحديث قدسي. هذا الحديث قدسي، ومعنى كلمة قدسي معناته منزل من السماء. يعرفنا الله عز وجل بنفسه من أنا حتى نحبه أكثر، حتى نخافه أكثر، حتى نعرف قدر الله. لا ندخل في قول الله تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره. يقول الله تبارك وتعالى في هذا الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسيته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي إنكم تخطون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لم تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد في ملكي شيئا. يا عبادي أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على قلب أفجر رجل واحد ما نقص في ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألني كل مسألته فأعطيته ما نقص من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط أدخل في البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذا الحديث عظيم قوي جدا. هذا الحديث منزل من السماء. هذا الحديث يعرفنا الله عن نفسه. هذا الحديث يعلمنا الله رحمته. هذا الحديث يعلمنا الله عن قوته، عن جبروته، عن رحمته، عن عزته، عن جلالته. فمن أنت حتى تعصي الله؟ يعرفنا الله عن صفاته عز وجل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عجبك هذا المقطع فلا تنسانا من الإعجاب وشارك المقطع ولك الأجر فيه، فالدال على الخير كفاعله ولك الأجر. حفظكم الله.